أول خطوة بافتح أي متصفح وليكن جوجل كروم وأضغط عليه وأكتب في شريط البحث النيابة العامة المصرية، وأختار أول اختيار. يفتح معايا الموقع زي ما انتم شايفين بالشكل ده، أعمل تسجيل دخول من فوق على الشمال وأكتب اسم المستخدم وكلمة السر اللي جولي في رسالة. هيتبعت لي كود على الموبايل، رمز متغير أنا هكتبه، وبعد كده هدخل على النيابات الجنائية وأضغط عليها وأختار استخراج شهادة من موقع الجد. نفس الكلام على الحكم على القضية على كل حاجة. بعد كده بدخل البيانات كاملة والرقم القضية والسنة، وأشوف هي تبع أنهي جدول، إن كانت إداري ولا إن كانت مخالفات أو جنحة. وبعد كده بختار المحافظة تابع ليها والمركز أو الاسم، وأنا من كفر الشيخ هختار كفر الشيخ مركز مطوبس. وبعد كده أشوف إذا كانت نيابة جزئية شهادة جزئية أختار النيابة الجزئية، ولو عاوز شهادة من النيابة الكلية أختار النيابة الكلية أو جناح مستأنف. بعد كده بكتب رقم التوكيل والكارنيه بتاع حضرتك، وتحدد نوع القيد إذا كان ابتدائي واستئناف أو نقض. وبعد كده أكتب جهة إصدار التوكيل أنهي شهر عقاري وأعمل إضافة موكل، وأكتب فيها البيانات كاملة اللي موجودة في بطاقة الرقم القومي، اسمه الأول والاسم التاني، وبعد كده أعمل إضافة. بعد كده بروح على مستند إثبات الصفة وده الخاص بالتوكيل. وفي هنا جزئية لما بتصور بموبايلك بيكون التوكيل حجمه كبير، فأنت ممكن تروح تعمل إضافة على الواتس وتنزل التوكيل حجمه يصغر وتعمل إضافة هنا، وهيكون معاك شغال مفيش أدنى مشكلة. بعد كده بحدد طريقة الاستلام إذا كانت من النيابة أو عن طريق البريد، الحالتين متوفرين. وبعد كده بكتب الكود زي ما حضراتكم شايفين، موضوع بسيط خالص وما بياخدش وقت، في دقيقتين بتكون مخلص. وبعمل تقديم للطلب. وأنا في حالتي دي كنت مقدم طلب، فهروح على خدمة متابعة الطلبات واكتب المسلسل الطلب اللي اتبعت لي في الرسالة، واكتب الكود اللي موجود اللي اتبعت لي ده، واتابع حالة الطلب إذا كانت وافق عليها عشان أسدد الرسوم. أضغط استعلام، وأنا في حالة الطلب بتاعي والموافق على موقف على سداد الرسوم، فهعمل دفع رسوم مستحقة، هيحولني على الدفع الإلكتروني. بعد كده بدخل بيانات الفيزا كاملة الموجودة ال 14 رقم والشهر والسنة، هتجيلي رسالة تأكيد على موبايلي. وبعد كده بيكون خلصت كل حاجة وبستلمها إما من النيابة إما من البريد. أتمنى إن أكون قدرت أساعد حضرتك.